أهلا بحضراتكم في قناة سيد الخمار. من الظواهر العجيبة في تاريخ العرب أسماء الحكام. تلاقي المعتصم بالله، المتوكل على الله، المؤتمن بالله، الحاكم بأمر الله. كمية من الأسماء ليس لها علاقة لا بالعدل ولا ليس لها علاقة بالله. الدولة الأموية قدمت حوالي 13 خليفة للمسلمين، بداية من معاوية الأول، ثم يزيد بن معاوية، ثم معاوية الثاني، مرورا بقى بمجموعة من الخلفاء الأمويين، وكانوا حوالي 13 خليفة أموي، وقدموا حوالي 35 والي أو حاكم لمصر. من أشهرهم عمرو بن العاص، اللي استكمل مدة بقائه أو حكمه لمصر، مع إنه بدأ حكم مصر أيام عمر بن الخطاب وكمان قبلها، وقعد فترة أثناء خلافة عثمان بن عفان، وكمان حكم مصر عبد الله بن أبي سرح، اللي بعض المصادر تقول لك انه عبد الله بن سعد بن سرح. وعبد الله بن ابي سرح ده كان مسؤول الجباية اثناء تولي عمرو بن العاص لمصر. الغريب ايضا في تاريخ البلاد العربية او الخلافة الاسلامية انه الدولة العباسية قدمت 14 خليفة عباسي و73 حاكم لمصر تولوا الحكم في مصر نيابة عن الخليفة العباسي، بدءا من السفاح. طوال التاريخ والمصريين كان علاقتهم بالخلافة متباينة ومتغيرة، إنما العنصر اللي أهم إنه بقى المصريين بيدفعوا المكوس والضرائب والخراج حوالي 5 مليون دينار كل سنة. هذا ما في الأوراق الرسمية، بخلاف الأراضي وما يتم الاستيلاء عليه عنوة وقهرا من المصريين. غرائب عجيبة جدا من الحكام اللي مروا على مصر في فترة الخلافة الأموية أو الخلافة العباسية. طيب، منين جم بقى المماليك؟ المماليك ابتدوا يظهروا في البلاد العربية بدءا من أيام عثمان بن عفان أو الفتوحات الإسلامية. كانت الجيوش العربية تدخل على البلاد، وكان بيبقى فيه سبايا وضحايا ومماليك يتباعوا. بدأ المماليك يظهروا في البلاد العربية حتى كبرت شوكتهم، وبعضهم تولوا السلطة في مصر. من ضمنهم 91 حاكم ينتمي إلى المماليك، أشهرهم قلاوون وكافور الإخشيدي والناصر محمد وقايتباي. إنما العجيب والغريب إن المماليك
بعضهم فعلا أحب مصر وأخلص ليها جدا. المهم كمان إنه المماليك أضافوا لمصر مجد. فهل يمكن أن نتحدث في فيديو آخر عن رد الاعتبار للمماليك؟